لو الفيديو كويس بالنسبة لك اعمل لايك عشان يوصل لغيرك، واشترك في القناة عشان هنبدأ ننزل عليها كل المحتوى الناقص إن شاء الله، وهنبدأ نكفيكم من محتوى الهندسة أو التصميم أو الفنون عموما إن شاء الله. أهلا بيكم في سلسلة سيس مور. معكم مهندس أحمد الديب، وهكون معكم في الكورس ده خطوة بخطوة، وهنتعلم مع بعض حاجات كتيرة. تابعونا في الكورس. هنتعامل ان شاء الله بالوايت بورد، السبوره اللي قدامنا دي هنبدا نشرح عليها كأن في سبوره بتتشرح عليك يعني في الكليه او معيد او اي حاجه. لقيت ان دي وسيله جميله جدا اقدر اتواصل بيها معاكم احسن من القلم، والكاميرا هتبقى ضعيفه شويه والخط مش باين، فتلاشيت الموضوع ده عن طريق السبوره دي. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم، وهنبدأ نعرف بعض الرموز الأول اللي لما نشوفها كلنا، سواء أنت في مصر أو برا مصر أو أجنبي أو في أي دولة تانية، تبقى عارف أنا بتكلم عن إيه. يعني أول حاجة في التصميم بتاعنا، لو لقيتني عملت الشكل ده بكل بساطة، أول ما تلاقيني عملت الشكل ده كده اعرف تماما إن ده باب، وده رمز هندسي متفق عليه من اي حد وفي اي حد في العالم، ده رمز متفق عليه. سامحوني لو في شويه تعريف في الخطوط شويه، هو اول استخدام للتابلت اللي انا جايبه عشان اشرح عليه. طيب للناس اللي مش متخيله ايه هو الباب ده وايه شكله، الباب ده رسمناه بالطريقه دي لان احنا لما نيجي نسقط في الاسفل 3 دي بنلاقي الباب ده شكله بالشكل بقى. هنمسح هنمسح ده عشان نبدأ نشتغل. فالرموز دي لابد ان انت تعرفها وتدرسها كويس جدا وتعرف هي بتدل على ايه. فلو لقيت الشكل ده زي ما رسمناه دلوقتي، على طول اعرف ان ده المصمم يقصد بيه ان ده باب، والاسقاط بتاعه بيكون على نفس الاسقاط ده كده، بيكون شكله كده. طيب احنا بنرسم ليه الباب دلوقتي، كلنا عارفين شكل الباب، بس في ناس مش متخيلة ان الشكل ده هو بيدل في الرسم على الشكل ده. فخلينا نبدأ واحدة واحدة وبكل التفاصيل، عشان يبدأ لو في طالب لسه في إعدادي أو لسه مش عارف أي حاجة في القسم، فيبدأ معانا خطوة بخطوة إن هو يكتسب كل الخبرات. ده شكل الباب في البلان، وده شكل الباب في الواجهة وفي الإليفيشن أو في شكل الواجهة. تمام. في بعض رموز برضو هنتفق عليها تكون موجودة، زي الشباك مثلا. في الشباك مثلا بيكون شكله شكل باب بطريقة كبيرة جدا، بس اللي بيفرق بينه وبين الباب إن الباب الجزء ده مش متصل، يعني ده منفصل عن ده، إنما الشباك بيبقى متصل زي ما انتوا شايفين. وبنرمز للشباك بحاجة بسيطة جدا كده، يعني خط كده بس يفهم المصمم إن ده شباك. وبيبان في التصميم في شكل الواجهة أو في الإليفيشن، بيبان بالشكل ده، بيكون شباك كده. دي مثلا في شكل كوبس بتاع كهرباء ولا حاجة، وده شكل الشباك. وممكن يكون شكله من جوه كده زي الألمونتين مثلا، أو إن هو يبقى شكله خشب اللي هو متدرج كده، أيا كان الشكل اللي أنت حاطه، بس ده شكله عموما يعني. يبقى احنا كده ماسكين الأول شوية رموز هنبدأ نحللهم ونعرفهم، عشان اللي ميعرفش أي حاجة يبدأ يعرف من الشكل ده. زي ما قلنا، لو مسحنا الجزء ده كده وركبنا عليه الشكل المستطيل ده كده، ده أصبح باب. والخط المنقط اللي أنا بعمله ده معناه مسار الباب في الاتجاه الغلق، هيكون في الشكل ده. طيب معلومة إضافية بالمرة، لو الشباك ده شباك منزلق يعني زي الألمونتان، فإحنا بنرسمه بالشكل ده. بنقسم الشباك بالشكل ده كده،
وبنقول له ان الضلفة دي بتمشي في الاتجاه ده، والضلفة دي بتمشي في الاتجاه ده. ده بيوضح اتجاه حركة الشباك. ولو هو شباك عادي مفصلي، يعني ضلفتين وفي مفاصل هنا وهنا ومفاصل هنا وهنا، بيكون شكله زي ما انتم شايفين كده. معناها السهم ده معناه ان المفصل متركب هنا وفي مفصل متركب هنا، والسهم ده معناه مفصل هنا ومفصل هنا. فبعد كده الشباك ده من غير ما اكتب عليه اي حاجة، فالمصمم لما يشوفه هيفهم ان ده شباك مفصلي، ولما يشوف ده هيفهم ان هو شباك منزلق. دي بعض التفاصيل البسيطة كده. برضو البيبان ممكن نلاقي باب بالشكل ده كده، ممكن تلاقي باب بالشكل ده بيكون عامل زي الألمنتين اللي هو الديفولت دور، أو بيستخدمه في أماكن زي مكان الكوتش أو الشباك أو مكان بتاع الأحذية، أو ممكن مكان دولاب معين للملابس، أو ممكن أي حاجة إحنا مش محتاجين إن الباب ياخد مساحة من الجزء اللي قدامنا، فبنعمله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وشكله في ال 3D بيكون شكله كده. لو انتم متخيلين الشكل بتاعه، هنفترض ان الاسود ده هو ظلام الأوضة مظلمة، بس عشان تشوفوا بس الشكل مش ازاي. وده الباب من بره، لو ملاحظين هو الباب ضلفة من جوه ضلفة اهو زي ما شايفين. لو مش متخيلينه قوي فشكل الضلفة عامل كده. انا ميسرها لكم كده بشكل عشان تفهموا شكل الضلفة عامل ازاي. والمفصلة او المفصلة بتكون في المكان ده، شكل الباب بيبقى عامل كده. فاحنا خدنا منه القطعتين دول بس ركبناهم هنا، وقطعتين هنا في الشكل ده، فبالاخر لما بيضموا على بعض بيقفلوا الباب. عندنا برضو الشبابيك، في منها الشبابيك الزلقة اللي هي بتبدأ تدخل جوه الحيطة وتخرج من الحيطة. ده شكل الشباك برضو. فأي شكل في التصميم اللي هنشوفه هيكون فيه الشكل ده أو الشكل ده، هيتفهم إن هو باب. هيكون في الشكل ده أو الشكل ده، هيتفهم إن هو شباك. والأشكال كتيرة طبعا. الحالة المختلفة الوحيدة اللي أنت لو لقيت الشكل ده في خط منقط هنا، خط داش هنا وخط داش هنا كده، افهم على طول إن ده أرش. الأرش ده بيكون شكله عامل إزاي؟ بيكون شكله عامل كده. ممكن يكون نص دايرة، يعني عشان نظهرها أكتر. لو في شخص واقف هنا يبقى ده الأرش. يعني هو باب بس مفهوش باب، فده بيسموه أرش. ممكن يكون داخل على طرقة أو داخل على صالة توزيع، فمش محتاجين فيه بيبان. وبعض الأشكال طبعا لما نكون بنفرش في البلان، يعني مثلا عندنا غرفة كده أو فراغ، وأول ما تلاقيني عملت الشكل ده، على طول أعرف إن ده حمام وفيه بانيو. وأول ما تلاقي الشكل ده أعرف على طول إن دي قاعدة بتاعت حمام وإن ده حمام. وأول ما تلاقي الشكل ده أعرف على طول إن ده حوض، وبالتالي شكل الباب أهو يبقى ده حمام. أول ما تلاقيني عملت مربع ورحت عامل لك فيه شكل مستطيل كده وفتحت فتحة كده، أعرف إن ده حوض على طول. ودي رخامة، وفي بوتاجاز هنا مثلا، وفي هنا
رف ولا حاجة، اعرف على طول ان انت في المطبخ. في بعض الاشكال كده لما نشوفها من غير ما يكون المسطح مكتوب عليه اي حاجة، احنا بنعرف ان ده مطبخ او حمام، او انك انت تلاقي فراغ موجود عليه الشكل اللي قدامك ده، تعرف ان هو ده سرير، وان دي حجرة نوم، ايا كان رئيسية ولا مش رئيسية، بس ده حجرة نوم. وبعض الرموز الكتيرة طبعا. واول ما تلاقي الشكل ده تعرف ان دي سفرة، وان ده يكون مكان للطعام او المطبخ. وبعض الرموز الاخرى اللي هنبدأ نشرحها واحدة واحدة لما تيجي قدامنا، هنبدأ برضو نحللها ونعرفها. اول ما تلاقي برضو الشكل ده المخطط ده، في منه حاجتين، اما يكون سلم او اما يكون تراس او بلكونة بتاعت، يعني مثلا اوضة النوم دي لو طالع منها بلكونة كده، وباب البلكونة اهو، بالتراس بنعمل خطوط كده وده بيسمى تراس. او لما يكون عامل بالشكل ده وعليه سهم كده، تعرف ان ده سلم، ويبدأ في التحويلة التانية بتاعت السلم بيكون شكله كده. والسلم في منه اشكال، في منه الدايرة، وفي منه نص الدايرة، وفي منه الحلزوني، وفي منه القوس، وفي منه القائم، وفي منه المثلث. شكل السلالم كتير جدا وبيختلف من مكان للتاني. وطبعا لما تلاقي الشكل ده على طول اعرف ان ده كرسي، واعرف ان الكبير منه كنبة بتاعت الكرسي. والترابيزة طبعا قدامهم بيبقى شكلها مربعة بالشكل ده، ممكن نرميلها ظل كده كأنها ليها ظل. والتلفزيون أو الشاشة بيكون شكلها عامل كده، دايرة صغيرة كده، دايرة صغيرة وهو مستطيل في النص. وأشكال كتيرة طبعا هتقف قدامنا. ترابيزة صغيرة كده وعليها إضاءة أو عليها مصدر إضاءة، بنعملها بالشكل ده. وهكذا في أي حاجة نبدأ نتخيل الواقع بتاعها ونرسمها زي ما انتم شايفين. الفيديو ده كان عبارة عن تعريف بإيه اللي انت بتشوف في البلان، وإيه اللي انت لما تشوفه تتعرف عليه، ويكون مقدمة كده بسيطة للناس اللي ما عندهاش خلفية إن هي تبدأ تندمج معانا، ما يكونش الشرح اللي جاي بالنسبة لها حاجة غريبة. وإن شاء الله بإذن الله محتوى الكورس ده هيكون عبارة عن الشغل كله هيكون مانيوال. الشغل بتاعنا كله هيكون مانيوال بدون استخدام برامج. وهنوصل المشروع من حالة معانا قطعة أرض بتاعت عميل، هنبدأ ندخلها على مراحل معينة عشان نبدأ في الآخر نصممها ونوصل بالتصميم اللي العميل عايزه، وتصميم هندسي الصح. ومن مرحلة التصميم هنبدأ نعمل له كتلة منظورية 3D. كل ده هيكون بالتخيل بالورقة والقلم، وده هيساعدك بنسبة 90% إن أنت تشتغل أي برنامج في الدنيا وأنت واثق إن أنت هيطلع شغل كويس. ليه؟ لأن أنت في الأساس عندك كويس، وأنت اتعلمت كويس، ودماغك هي أهم برنامج في البرامج كلها بيشتغل بالدماغ. ودماغك لو طورتها وتخيلت اكتر وخليت دماغك تتخيل احسن، هتقدر تشتغل على اي برنامج تتخيله مادام انت عندك الخلفية نفسها اللي تقدر تتعلم بيها. الفيديو ده طويل شوية او فيه رغي شوية، لان هو مقدمة هتفهم منها احنا هنعمل ايه بعد ما نوصل من مرحلة ان معانا قطعة ارض وصلناها لحد العميل لحد ال 3D. هو نفس الشغل هنمسكه وهنبدأ نخش هو نفس الشغل على مرحلة البرامج. احنا اشتغلناه 2D على وبلان وقسمناه بالورقة والقلم على الورق. بعد كده نبدأ ندخله على برنامج الاوتوكاد او اي برنامج 2D. وبعد كده من ال 2D هنبدأ ندخله على برنامج ال 3D Max، وده اهم برنامج من برامج الهندسة طبعا. ونبدأ نسلم الكتلة ال 3D اللي احنا عملناها هنا، هنبدأ نسلمها للعميل 3D على البرنامج ده.
طبعا 3 دي ماكس مش محتاج ان انا اتكلم عنه لان هو غني عن التعريف، واوقات كتير بيكون مصدر دخل لناس كتيره جدا ومعتمدين عليه اعتماد كامل في حياتهم. يبقى احنا كده في الكورس ده هنضرب عصفورين بحجر، هنصمم، هنعلمك تصمم صح بطريقة الورقة والقلم، ومن الورقة والقلم هناخد الشغل هو هنبدأ نشتغله 3D عن طريق البرامج. انت كده هتكون ملم بكل حاجة، وان شاء الله بإذن الله هندخل في الجزء بتاع ال 2D، هيبقى فيه شامل ظهار معماري. الإظهار المعماري طبعا من أقوى أساليب المعماري أو المهندس عموما اللي يقدر يقنع بها الزبون بشغله أو يظهر الفكرة بتاعته، هو الإظهار المعماري. الإظهار المعماري كورس مش متوفر على اليوتيوب كتير، أو مش متوفر على السوشيال ميديا عموما كتير، وكورس تصميم برضو مش هتلاقيه متوفر. فعشان كده احنا قررنا إن احنا نعمل الفيديوهات دي، وتكون يا رب خفيفة على قلوبكم. معلش أول فيديو ده هو رخم شوية، بس حبيت أفهمكم احنا هنعمل إيه ونتعرف على بعض من الفيديو ده. متنساش اهم حاجة عشان الفيديو ده يوصل للناس كتيرة، متنساش تعمل لايك على الفيديو من تحت، لايك على الفيديو من تحت، لان ده مش هاممني ان الفيديو ده هيجيب مشاهدات ولا لا، لا انا اللي هاممني ان هو يوصل للناس، يوصل للناس. عشان كده انا عملت الجروب بتاع الجروب ليس مور، انا عايزهم يتفرجوا على الفيديو ده. لو الفيديو كويس بالنسبة لك اعمل لايك عشان يوصل لغيرك مش اكتر، واشترك في القناة عشان هنبدأ ننزل عليها كل المحتوى الناقص ان شاء الله، وهنبدأ نكفيكم من محتوى الهندسة او التصميم او الفنون عموما ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.